نتابع في شرح أبيات المنظومة الجزرية، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نرى على اللوحة: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. اللوحة التي تليها: وبعد. ما معنى وبعد؟ يعني وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. كلمة وبعد هذه كلمة كانت العرب تستعملها. كان الخطباء إذا خطبوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وبعدها يحمدون الله عز وجل ثم يقولون أما بعد. فمن عادة الخطباء أن يقولوا أما بعد. فقول الجزري وبعد أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: إن هذه مقدمة. هذه يعني قصد المنظومة، هذه الأرجوزة مقدمة، أي إن المعلومات التجويدية التي حوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى. كما قلت لكم إخواننا، هذه المعلومات التي في الجزرية لابد لنا أن نتعلمها قبل أن نشرع بتلاوة القرآن العظيم. اللوحة التي بعدها نرى: فيما على قارئه أن يعلمه. ما معنى فيما على قارئه؟ يعني كما نرى أي فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من الأمور المعتبرة في تجويده وكيفية نطقه. لا بد أن يعلم هذه الأمور قبل أن يشرع بتلاوة القرآن. اللوحة التي بعدها: فيما على قارئه. من هو القارئ؟ نرى على اللوحة أن القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو 3 مراحل: مبتدئ ومتوسط ومنتهٍ. فالمبتدئ من أفرد إلى 3 روايات، يعني مثلا أفرد رواية حفص، رواية ورش، رواية قالون، هذا قارئ مبتدئ. والمتوسط من أفرد إلى 4 أو 5 روايات، يعني مثلا أخذ ابن عامر، أخذ ابن كثير بالإضافة إلى ما سبق. والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها، يعني كأنه نقول جمع القراءات ال7 من طريق الشاطبية. هذا أقله حتى يقال بأنه يعني قارئ متخصص. أما القارئ بمعنى التالي الذي يريد أن يتلو القرآن، ممكن أن تطلق أيضا كلمة القارئ يعني على الذي يتلو شيئا من القرآن. فكل مسلم ولو كان من عامة المسلمين أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله فهو قارئ بمعنى تال يريد أن يتلو شيئا من القرآن. فطالما أنك يا أخي مسلم تريد أن تقرأ شيئا من كتاب ربك، عليك أن تتعلم من أستاذ موقف يدلك وينطق أمامك حروف القرآن وتعيد خلفه، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة وليس كتابا عاديا يفتحه الإنسان ويقرأ هكذا. نعم، فيما على قارئه أن يعلمه. نرى على اللوحة التي بعدها: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. اللوحة التي بعدها: أي يجب على قراء القرآن الكريم قبل البدء بالقراءة أن يعلموا المسائل التجويدية التي تصح بها قراءتهم. وهذا الوجوب اصطلاحي. لما بيقول واجب يعني مو واجب شرعا. ليش؟ شو الفرق بين الواجب الشرعي والواجب الاصطلاحي؟ الواجب الشرعي يأثم تاركه، أما هنا الواجب الاصطلاحي بمعنى أن يكون عالما بكيفية نطق العرب قبل أن يشرع في تلاوة شيء من القرآن العظيم. إذن الوجوب الاصطلاحي بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يأثم القارئ بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب، وسيأتي تفصيل ذلك كله. إذ واجب عليهم أي على قراء القرآن أن يعلموا، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا
مخارج الحروف، در على اللوحة التي تليها، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف والصفات، ما المخارج؟ ومخرج الحرف كما نرى على اللوحة مكان خروجه. إذا مخرج على وزن مفعل، مكان الخروج، بأن نقول الباء من الشفتين فمخرجها من الشفتين، وأن نقول الشين من وسط اللسان فهذا مخرجها. وأما مخارج الحروف والصفات، وصفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه. إذا عندي المكان الذي يخرج منه الحرف، وعندي الصفة التي يخرج بها الحرف. المكان اسمه مخرج، والصفة والهيئة التي يخرج بها الحرف اسمها صفة. فلما نقول مثلا را، فنقول الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا المخرج. ولكن لما نقول الراء مفخمة، ري هذه مرققة، فإذا مفخمة مرققة هذه صفة للراء، مع أن المخرج للرائين مخرج واحد. فرقنا بين المخرج والصفات. أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. ليه؟ نرى على اللوحة التي تليها ليلفظوا بأفصح اللغات. ليلفظوا بأفصح اللغات. ما معنى أفصح اللغات؟ أفصح مشتقة من الفصاحة، والفصاحة هي البيان والوضوح. إذا أفصح اللغات بمعنى أوضح اللغات، لأنها واضحة، حروفها واضحة في السمع، ليس ثمة حروف يعني غامضة أثناء النطق. أفصح اللغات. واللغات ما هي؟ وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى. نرى على البيت الذي يليها محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرري هذه الكلمة إعرابها حال، إعرابها حال، يعني يجب أن عليهم أن يعلموا ذلك حالة كونهم محررين لعلم التجويد ومبينين له. طب ما هو التجويد؟ نرى على اللوحة أن التجويد في اللغة بمعنى التحسين. تجويد وزنه تفعيل. جود يجود، حسن يحسن. إذا التجويد التحسين، يعني تحسين القراءة وتوضيحها. فلما يقول الواحد جود قراءتك، يعني حسن حروفك، وضح صوتك، أخرج كل حرف من مكانه الصحيح. طيب، محرر التجويد والمواقف، اللوحة التي تليها، أو قبل أن ننتقل إلى المواقف، في الاصطلاح ما معنى التجويد؟ هو كما نرى على اللوحة، وأرجو أن تحفظوه جيدا لهذا التعريف، أنه في الاصطلاح عند الأئمة هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية. كيف؟ وذلك بمعرفة مخارجها. إذا لابد من دراسة مخارج الحروف وصفاتها الذاتية، يعني الصفات التي تتعلق بكل حرف، والعرضية، يعني الصفات التي تنشأ عند التجاور وما ينشأ عنها من أحكام. نرى على اللوحة التي تليها محرر التجويد والمواقف. إذن المواقف محال الوقف ومحال الابتداء.
لا، ما هو، هل يصح أن أقف حيث شئت من القرآن العظيم؟ لا يا أخي، لا يصح أن تقف حيث شئت، لأنك قد تقف وقفا يفسد المعنى كما مر وسيمر معنا، وننبه على ذلك بأن الوقف على الكلمة الفلانية يفسد المعنى. نرى على اللوحة التالية: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نرى على اللوحة: أي لازم على قارئ القرآن أن يكون عارفا ببابين من أبواب علم رسم المصاحف لتعلقهما بتلاوة القرآن الكريم، وهما باب المقطوع والموصول وباب ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. هذا كلام اسمعوه مني مجملا الآن، وسنشرحه بالتفصيل بإذن الله تعالى عندما نصل إلى هذين البابين: باب المقطوع والموصول وباب ما رسم على التاء.